عندي 2 باذنجانات واحتاريت شو اسوي بالغداء، وادري بيكم بنات كلكم تحتارون مثلي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بنات، ان شاء الله تكونون بخير وبأفضل حال. تعالوا وياي خلني اشوف اليوم شلون دبرت الغداء. طبعا اخذت 2 من الباذنجانات اللي عندي، وعندي بوتيتا 2 اخذت، واخذت فلفلاية خضراء باردة، وشوية كرافيس، وراسين من البصل. ونبدي بالطريقة وياكم، خليكم ويا الفيديو للنهاية، مشاهدة ممتعة. طبعا هنا قليت البوتيتا مثل ما تشوفون، ويا حيرة الغداء. انتو تعرفون كنا نحتار بوقت الغداء شو نسوي، خصوصا هسه الجو كلش حار، يعني قوة ندخل للمطبخ، بس هذا واجبنا ولازم احنا نأديه. وبديت اقلب المواد بنات. اتمنى انتو هماتي انا اشوف افكاركم وتكتبوا لي جوا شنو تسوون بالغداء، شلون تدبرون. اني اي شي عندي بالثلاجة احاول يعني ادبر واوازن بين الجو الحار وبين افكر يعني شنو اسوي. ان شاء الله هم اشارككم الافكار اللي اسويها. وهذا الفيديو ما اعتبره يعني فيديو تعليمي طريقة عمل التبسي، ان شاء الله اسوي لكم فيديو كامل طريقة عمل التبسي بصورة صحيحة. أنا بالعادة ما أخلي بوتيتا ويا التبسي، لأن أشوف البوتيتا تاخذ طعم الباذنجان، هو بالباذنجان أطيب، كل شي يصير طيب. ولازم نكثر بصل، طبعا التبسي يحب البصل، نضيف بصل هواية. وهسه شوفون المكونات بعد راح أضيفها، تعطي طعم كلش طيب بنات، مجربة يعني أني من زمان هيجي أسوي. هنا عندي الأولاد يحبون البوتيتا ويا التبسي، بس أنا ما أضيفها، فقلت لكم هسه سويت التبسي دبرته يعني مثل التدبيرة للغداء، بس طلع كلش طيب بنات، كلش طيب. وهماتي أنا التدبير حلو وهم يفيدكم. طبعا هواية اكو بنات شاطرات يدبرون بالموجود. هنا راح اسوي الصلصة، معتمدة تاني دائما اضيف 3 ملاعق من المعجون، كمية المعجون حسب كمية المواد اللي عندكم. ضفت شوية من دبس الرمان، راح اضيف شوية كركم، شوية كاري، شوية فلفل اسود، شوية. طبعا عفوا بنات اني ما متعلمة دائما احكي بالفيديو هواية، فاعذروني يعني. وهنا دا اصور لكم، ما عندي ستاند، ان شاء الله اجيب ستاند واصور لكم بصورة صحيحة. هنا شايلة انا الموبايل ودا اصور لكم، فلا تنسونا حبايبي باللايك والاشتراك تشجيعا يعني وتقدير التعبي. هنا أنا ضفت شوية، أنا بالعادة أضيف كاتشب كان ما عندي، فخليت شوية شكر وشوية عادل، يعني الحموضة يطلع كلش طيب حامض على حلو، يعني حتى الحلو ما يبين مالته. أنا هاي طريقتي. هنا أنا أحاول قدر المستطاع أنه أقلل من الدهن بالتبسي، لأن إحنا منحب الدهن صراحة هواية بالأكل. بس تشوفون يعني الكمية اللي طلعت مال الدهن، هاي هم كمية من الدهن. راح تقولون ليش مو اكو كنينس، وهذه طبعا اكو موجود دائما اجيبه، بس هم كان عندي خلصان. يعني صراحة بنات الدنيا حارة، مدى اقدر اروح للسوق، اتعاجز يعني اطلع من الحر وتعب. وهنا نضفت شوية كرفس يعطي نكهة كلش طيبة، وضفت الصلصة. وهنا جربت اضيف شرحة من الليمون، وما احكي لكم الطعم صار كلش طيب. اعتقد هنا يخلص فيديونا، انتظروني بفيديو قادم ان شاء الله، واريد تشجيعكم بنات، مع الف الف سلامة.